كعك مغنية هو كعك متوارث عبر الأجيال، يعود الأصل نتاعو إلى الحضارة الأندلسية. انتقلت هذه الوصفة للجزائر بسبب الهجرات والفتوحات التاريخية. الكعك هذا يتميز بقوام يجي قاسي من برا وطري من الداخل. الشيء هذا يخلينا نحتفظ به لمدة أطول بلا ما يفسد. يجي بنين ساهل اقتصادي. هيا نبدا. نجيبو قصعة ونحطو فيها كيلو تاع فرينة، نغربلو كلش، من بعد نزيدو عليها رشة تاع ملح، كاس سكر عادي، ملاعقة كبيرة ونص حبة حلاوة، زيدو تاني ملاعقة كبيرة ونص بسباس. بالنسبة لحبة حلاوة والبسباس من الأفضل يكونوا مطحونين. من بعد نزيدو 3 مغارف كبار تاع جنجلان، نص ملعقة كبيرة لافاني، نخلطو كلش حتى يتجانسنا الخليط. من بعد نزيدو كيس ونص خميرة كيميائية، زيدو تاني كاس زيت نباتي وبسوا الخليط مليح مليح. خصكم تدخلوا كامل هذيك الزيت في النواشف هادوك، انا هنايا كنحذف للمقطع. من بعد زيدو نص كاس تاع مازهر. باش نلموا العجين نجيبوا الماء اللي يكون عادي، نقعدوا نضيفوه غير بشويه بدفعه تكون صغيره. ما تحطوش الماء دفعه واحده لخاطر اذا مشى وجرى لكم العجين غادي كلش نضربوه في الزيرو والوصفه تاعنا تفسد. وبالنسبه لكميه الماء انا دات لي كاس ونص، نتوما قادره تديركم اكثر كما قادره تديركم اقل على حسب كل وحده ونوعيه الفرينه تاعها. نلموا كلش مليح حتى نحصلوا على عجينه ما تكون قاصحه بزاف ما تكون جاريه بزاف كما راه موضح في الفيديو. نجيبوا العجين تاعنا من بعد نوزنوا كريات الوزن تاعهم حوالي 53 غرام. نبداو نشكلوا في حربوش ونديروا خطوط بالموس كما راه موضح. من بعد نجيبوا اي كاس يكون عندنا وندهنوا الاطراف تاعو بالزيت، نشدوا هذاك الحربوش ونلويوه على الكاس باش من بعد يجونا كامل الحبيبات تاع الكعك بنفس المقاس. وما تنساوش تزيروا مليح في التالي باش الكعك تاعنا ما ينحل. نحطوهم في الصني اللي يكون مدهون بالزيت، من بعد ندهنوهم بصفر بيضاء اللي كنت خلطت معها شويه قهوه، ونرشوهم بالجنجلان، ندخلوهم يطيبوا على فرن يكون مسخن مسبقا، نطيبوهم من تحت من بعد نحمروهم من الفوق. وها هو الكعك تاعنا واجد. نتمنى يكون عجبكم. ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وشهيتكم في الجنه بصحتكم.